السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن الصبر، وعشان تكوني أنثى مسلمة لازم تكوني صبورة، تتميزي أو تتحلي بالصبر. والنهاردة هنتكلم عن سيدنا أيوب، هنتعلم من سيدنا أيوب ازاي صبر على ابتلاءه. سيدنا أيوب اتعرض لابتلاء شديد جدا. سيدنا أيوب كان غني جدا وكان عنده 10 أولاد، وكان بينفق كل فلوسه على الناس وعلى إطعام الناس. وفجأة أصيب بالمرض. الأول خسر كل ماله، خسر أولاده، وبعد كده خسر صحته، أصيب بمرض شديد، وخسر بيته لأن الناس خافت من مرضه ده ألا يكون معدي. وخلته يسيب بيته. وكانت زوجته رحمة كانت صبورة، وده لازم نتعلم منه. باعت ضفيرتها الجميلة اللي كانت تتميز بيها لصاحبتها عشان تقدر تاخد طعام تروح بيه لسيدنا أيوب. وسيدنا أيوب رغم ابتلاءه الشديد ده كان بيتكسف يدعي لربنا. فكانت زوجته لما تقول له ادعي ربك، انت نبي، ادعي ربك اللي هو ينجيك من اللي انت فيه ويشفيك، كان يقول لها انا استحي ادعي رب. سيدنا أيوب دعا ربه امتى؟ دعا ربه لما زوجته باعت شعرها وعرف ان هي باعت ضفيرتها، قصتها وباعتها عشان خاطر الطعام. فساعتها حزن حزن شديد ودعا ربنا وقال له يا رب ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وساعتها ربنا نجاه وعوضه خير، وربنا رزقه تاني بأولاد وبمال وبصحة. فقصة سيدنا أيوب المفروض ان احنا نتعلم منها. يعني الأنبياء ربنا خلاهم يتعرضوا للابتلاءات وحياتهم دي كلها كانت كل الابتلاءات، كل الأنبياء تعرضوا لابتلاء عشان احنا نتعلم منهم هما كانوا بيعملوا ايه وبيتعاملوا مع الابتلاء ده ازاي. وسيدنا أيوب كان مؤمن جدا بالله. وما عندك أي ابتلاء فلازم تصبري عليه، ولازم تكوني مؤمنة وعارفة من جواكي ان ربنا ابتلاكي عشان بيحبك. ربنا بيبتلينا عشان يطهرنا مش عشان يعاقبنا. عندك ابتلاء خليكي متأكدة ان ربنا بيبتليكي او بيختبرك عشان بيحبك مش عشان بيعاقبك. عشان في فكرة كده خاطئة بتيجي لبعض الناس ان ربنا بيبتليني او بيعمل فيا كده عشان بيعاقبني، اكيد انا عملت حاجة في حياتي. لا طبعا، ربنا ما بيعاقبناش، ربنا بيطهرنا. الانبياء كلهم ابتلوا. سيدنا محمد كان عنده ابتلاءات كتير جدا في حياته. هل هو ربنا بيعاقبه؟ لا، ده احسن خلق الله وكان ربنا بيحبه جدا، اختاروا نبي. فانت لو ربنا ابتلاكي فخليكي متأكدة ان ربنا بيعمل كده عشان بيحبك، عايزك تبقي احسن، عايزك تقربي منه. وخلي بالك ابتلائك هيجي في اكتر حاجة بتحبيها. ابتلائك مش هيجي في حاجة رفاهية مش هتشغلك مش هتوجعك، لا، ابتلائك هيجي في حاجة هتوجعك جامد جدا، وهتحتاري وهتنكسري عشان تروحي لربنا عز وجل. اوعي بقى في ابتلائك تنكسري لعبد او لاي حد زيه زيك. يعني ما تنكسريش قدام واحد زيه زيك، يعني لا، انكسري قدام الله عز وجل. صلي وادعي وان ربنا يزيل عنك الابتلاء ده. اي حاجات هتساعدك على الصبر، اللي انت يبقى عندك ثقة بالله عز وجل ان ربنا قادر يغير حياتك دي في ثانية. ربنا قادر في لمح البصر كده، زي ما الدنيا تربيت فوق دماغك الدنيا تتظبط تاني. فخليكي مؤمنة بالله وادعي كتير جدا، ادعي بكل اللي انت عايزاه. السماء مفتوحة، يعني ربنا سمعك وبصي سمع كل اللي انت بتقوليه. ادعي واحلمي زي ما انت عايزة، وادعي بربنا وربنا هيعقلك كل ده اذا كان خير ليكي.